أرجو منكم مساندتي بالاشتراك في القناة وشكرا. نشر موقع انترافيو الإسباني اليوم الثلاثاء. فيديو يمتد على طول 3 دقائق، حيث رصد أهم لحظات أزمة جزيرة ليلى واعتقال 6 جنود مغاربة وتصفيدهم وإجلاسهم على الأرض، وهم محاطون بجنود من القوات الخاصة الإسبانية محملين بالأسلحة، بينما يظهر الجنود المغاربة مجردين من الأسلحة. وتعمد الفيديو نشر لحظة وضع غطاء أبيض على رأس الجنود المغاربة، وكشف وجوه بعضهم، بينما أخفى ملامح وجوه الجنود الإسبان. وظهر 5 جنود مغاربة فوق الأرض مصفدين، وجندي مغربي آخر مصفد كذلك، لكنه كان واقف يتحاور مع الجنود الإسبان في موضوع ما، نظرا إلى أن الفيديو نشر من دون صوت. المصدر الذي نشر الفيديو كشف أن التدخل وقع حوالي الساعة 27:20 بالتوقيت المغربي يوم 17 يوليو 2002، وشارك فيه 40 جنديا من الفرقة 31 التابعة للقوات الخاصة، مبينا أن عملية النزول في الجزيرة واعتقال المغاربة ونزع الراية المغربية ونصب راية إسبانية قبل المغادرة صوب قاعدة سبتة تطلب نحو 20 دقيقة. المقطع المسرب أظهر كيف أن الجنود الإسبان التقطوا صورة عائلية من العلم المغربي الذي انتزعوها من الجنود المغاربة، دون أن توضح أسباب التقاط تلك الصورة. والغريب في الأمر أن الموقع الذي نشر الفيديو أوضح أن المقطع الذي ينشر لأول مرة لا يزال يعتبر من بين الوثائق السرية، ما يطرح تساؤلا عمن سربه من داخل الجيش الإسباني في هذا التوقيت بالضبط.